من زمان والفلوس الغلط مشكلتها الأكبر مش إنها موجودة، لكن إنها ما تعرفش تدخل البنوك وتتصرف فيها من غير ما تفتح على صاحبها أبواب الأسئلة والتحقيقات. من هنا ظهر أسلوب بيلف ويدور على القانون اسمه غسيل الأموال، فكرة بتحول المكاسب من تجارة مخدرات، سلاح أو أي نشاط ممنوع لفلوس شكلها قانوني وكأنها طالعة من مشروع شريف. الموضوع مش جديد، ده له تاريخ طويل من أيام العصابات في العشرينات لحد الشبكات الكبيرة اللي بتشتغل دلوقتي على مستوى العالم. في الفيديو ده همشي معاك خطوة بخطوة من أول حالة موثقة لغسيل الأموال لحد الأساليب اللي بتحصل لحد النهاردة. خليك معايا للآخر عشان تعرف أصل الحكاية. Let's go! فكرة غسيل الأموال أقدم بكتير من الناس ما متخيلة. المؤرخين بيرجعوا بدايتها لقرون فاتت، لكن أول توثيق واضح كان في العشرينات والثلاثينات في أمريكا في زمن حصر الكحول. في الفترة دي الكحول كان ممنوع تماما، بس عصابات زي عصابة الكابوني كانت بتبيع وتكسب ملايين من السوق السوداء، وكانت بتقابلهم مشكلة إنهم ما يقدروش يحطوا الفلوس دي في البنوك باسمهم لأن الحكومة هتسألهم جت منين. الكابوني بقى قرر يدخل الفلوس دي في سلسلة مغاسل ملابس، ودي كانت وقتها تجارة بسيطة وبتشتغل كاش، فأي فلوس تدخل هناك ما بيبقاش فيها شبهة. ومن هنا جه مصطلح غسيل الأموال. بس سنة 1931 الحكومة قبضت عليه مش بسبب بيع الكحول، لكن بسبب التهرب الضريبي بعد ما اكتشفوا إن أرباح المغاسل مش متناسبة مع حجمها الفعلي. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1945 بدأت تجارة المخدرات الدولية تكبر بشكل كبير، خصوصا في الأربعينات والخمسينات. في الوقت ده الهيروين كان بيتهرب من تركيا وبيتجه لأوروبا خاصة لفرنسا ومنها لأمريكا. تجارة الهيروين كانت مربحة جدا وبدأت تجذب اهتمام المافيا الإيطالية والأمريكية. المافيا في الوقت ده استخدمت أساليب غسيل أموال متطورة علشان تخلي الفلوس اللي جاية من تجارة المخدرات تبان قانونية. واحدة من أهم الطرق دي كانت تأسيس شركات استيراد وتصدير وهمية. الشركات دي كانت بتصدر وبتستورد بضائع لكن في الحقيقة مش بتعمل أي نشاط حقيقي. المبالغ الضخمة اللي كانت بتجيلهم من تجارة المخدرات كانت بتدخل في حسابات الشركات دي وبعدها بتتحرك بشكل قانوني في النظام المالي. كمان كان الاعتماد كبير على البنوك الأوروبية وخصوصا بنوك سويسرا اللي كانت معروفة بسرية الحسابات فيها. السويسريين كانوا بيحافظوا على سرية كبيرة جدا ومحدش يقدر يعرف مين صاحب الحساب ولا مصدر الفلوس. السرية دي كانت بتخلي بنوك سويسرا المكان المناسب لأي حد عايز يخبي فلوسه، سواء كانت فلوس مش قانونية أو من نشاطات مشبوهة. بحسب تقارير من الفترة دي تجارة الهيروين في الخمسينات كانت بتحقق أرباح سنوية بمئات الملايين من الدولارات، وفلوس كتير من الأرباح دي كانت بتدخل في الشبكات البنكية دي أو تتحول لحسابات شركات وهمية. وعلشان العملية دي تمشي بشكل كويس كان في تنسيق كبير بين عصابات المخدرات والسماسرة اللي بيتعاملوا مع الفلوس والبنوك الأوروبية نفسها. الشبكة دي بقت عالمية ومتشابكة في نفس الوقت. النتيجة كانت إن المافيا قدرت توسع نشاطها وتدخل في مجالات تانية بعضها قانوني وبعضها مش قانوني، زي شراء العقارات والفنادق وحتى الاستثمار في وسائل الإعلام والصحافة. ده كله كان علشان يغطوا على مصدر الفلوس الحقيقي ويحافظوا على سيطرتهم في السوق السوداء ويستمروا في غسيل الأموال بدون ما حد يكشفها. السرية اللي في البنوك السويسرية كانت موجودة لحد ما بدأت الحكومات في العالم تضغط من السبعينات والثمانينات لتقليلها بسبب ضغوط مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، لكن حتى وقتها كانت الشبكات دي قوية وشغالة. في السبعينات كان في واحد اسمه ميشيل بالمونتال وكان شغال في هونج كونج، وفي الوقت ده هونج كونج كانت مركز كبير للتجارة والفلوس وقتها وخصوصا بين آسيا وأوروبا. ميشيل بلومونتال كان بيشتغل مع شركات شحن كتير، لكن مش شحن عادي، ده شحن الأموال للعصابات الكبيرة سواء في آسيا أو أوروبا. الميزة اللي كان بيستخدمها إن الفلوس ما كانتش بتتحط كلها مرة واحدة في حساب واحد، لكن كانوا بيقسموا المبلغ الكبير لأجزاء صغيرة ويدخلوها على حسابات مختلفة وفي أوقات مختلفة. الأسلوب ده اسمه التقسيم، وده بيخلي البنوك والجهات الأمنية ما تقدرش تكتشف حركة الأموال بسهولة لأن كل جزء لوحده صغير وما يلفتش النظر. الفلوس اللي كانت بتتنقل وقتها كانت بالملايين، يعني ممكن تكون عشرات الملايين من الدولارات، ودي كانت ارقام ضخمه بالنسبه لزمانها. الارقام دي كانت بتتنقل بشكل يومي او اسبوع بين البنوك المختلفه، خاصه في هونج كونج، اليابان، سويسرا، اماكن لها قوانين بنكيه صارمه بتحمي السريه. الاسلوب ده ساعد العصابات انها تخبي مصدر الاموال وتستمر في عملياتها لفتره طويله قبل ما الجهات الامنيه تكتشف اي حاجه. وكان بدايه جديده في عالم غسيل الاموال ان الموضوع يبقى مش مجرد ايداع فلوس في البنك، لكن نظام معقد بيحتاج تخطيط وذكاء علشان ينجح. في الثمانينات بقى واحد اسمه بابلو اسكوبار كان ماسك تجارة الكوكايين في كولومبيا، وده غير كل قواعد اللعبة في عالم المخدرات وغسيل الأموال. الأرباح اللي كان بيحققها كانت ضخمة جدا، في الأسبوع الواحد كان ممكن يكسب أكتر من 420 مليون دولار من بيع الكوكايين بس، يعني في السنة الواحدة تقريبا أكتر من 20 مليار دولار. الفلوس دي كانت كتير جدا لدرجة إنهم ما كانوش قادرين يحطها كلها في البنوك، فكانوا بيخزنوا جزء كبير منها في أماكن سرية زي مزارع أو حتى بيحفروا في الأرض علشان يدفنوها. بابلو ما كانش بس بيشتغل في تجارة المخدرات، لكنه كان بيعرف غسيل الأموال كويس. كان بيحول الفلوس دي لأصول قانونية عن طريق استثمارات ضخمة في عقارات فاخرة، شركات طيران، وحتى أندية كرة قدم مشهورة. وكمان كان بيستخدم بنوك في دول زي بنما اللي كان بيغسل فيها مئات الملايين من الدولارات سنويا عن طريق تحويلات مشبوهة وشركات وهمية. في نفس الفترة دي الحكومات بدأت
بدأت تركز أكتر على مكافحة غسيل الأموال، خصوصا بعد ما اكتشفوا حجم الأموال اللي بيتعاملوا معاها. ده خلى بابلو وشبكته يطوروا طرق أكتر تعقيدا لإخفاء الأموال، ومنها توزيعها على شركات كتيرة في دول مختلفة وتغيير العملة باستمرار، بحيث محدش يقدر يكتشف المصدر الأصلي للفلوس. الأرقام دي بتوضح قد إيه كانت التجارة دي ضخمة وخطيرة، وإزاي كانت بتأثر على الاقتصاد والسياسة في العالم كله، وده اللي خلى بابلو يبقى واحد من أخطر وأغنى تجار المخدرات في التاريخ. في التسعينات واحدة من أكبر فضائح غسيل الأموال كانت في بنك الاعتماد والتجارة الدولي. البنك ده كان شغال في أكتر من 70 دولة حوالين العالم، وكان واحد من أكبر البنوك السرية اللي بتغسل فلوس العصابات والسياسيين الفاسدين وتجار السلاح. القصة بدأت تتفتح لما الجهات الرقابية في أمريكا وبريطانيا وأماكن تانية بدأت تحقق في نشاط البنك، خصوصا بسبب التعاملات الغامضة والتحويلات المالية الكبيرة اللي ما كانتش ليها مصدر واضح. السلطات اكتشفت إن البنك كان بيسهل غسيل أموال اتجاوزت قيمتها 20 مليار دولار، وده كان رقم ضخم جدا في الوقت ده. ودلوقتي البنك مش بس بيغسل الفلوس، لكنه كمان كان بيخدع الحكومات والبنوك التانية عن طريق فتح حسابات بأسماء وهمية وشركات وهمية، وبيستخدم طرق معقدة علشان يخلي تتبع الأموال صعب جدا. في سنة 1991 بعد تحقيقات مكثفة، السلطات قررت تقفل البنك بشكل مفاجئ، ودي كانت ضربة كبيرة في عالم غسيل الأموال. الفضايح دي كشفت قد إيه كان البنك ده متورط في قضايا فساد وغسيل أموال على مستوى عالمي، وأدت لسقوط كبار رجال أعمال وسياسيين مرتبطين بالقضية. فضيحة البنك ده بقت مثال واضح على قد إيه إن غسيل الأموال ممكن يكون منظم وعالمي وبتأثر على اقتصاديات دول كاملة. في الألفينات بقى مع انتشار الإنترنت وتطور التكنولوجيا بدأ شكل جديد لغسيل الأموال يظهر، وهو الغسيل الإلكتروني. دلوقتي ما بقاش لازم تدخل الفلوس في محلات أو شركات وهمية بس، الإنترنت فتح باب واسع للغسيل من خلال مواقع القمار أونلاين وتحويلات مالية كبيرة ومنصات الدفع الرقمي اللي بتسهل تحويل مبالغ كبيرة بسرعة ومن غير أي أوراق. في سنة 2012 حصلت واحدة من أكبر الفضايح لما بنك HSBC اتغرم 1.9 مليار دولار بسبب السماح بمرور مئات الملايين من الدولارات لفلوس تجار المخدرات المكسيكية من خلال حساباته البنكية، وده كان إنذار كبير للعالم إن غسيل الأموال الإلكتروني أخذ حجم أكبر وخطير. أما بقى من 2015 وأنت طالع العملات الرقمية بقت موضوع كبير جدا في الغسيل. بيتكوين وغيره من العملات الرقمية بدأوا يستخدموا بشكل واسع في السوق السوداء، ومواقع كتير كانت عبارة عن سوق إلكتروني سري بيبيعوا فيه المخدرات والأسلحة وحاجات غير قانونية، والفلوس اللي بتجيلهم كانت بتتنقل بالعملات الرقمية. فده ساعد العصابات تغسل المليارات من غير ما حد يقدر يوقفها بسهولة. وفي الوقت الحالي غسيل الأموال ما بقاش مقتصر بس على الإنترنت، ده كمان بقى بيستغل منصات السوشيال ميديا وألعاب الفيديو أونلاين وحتى منصات التبرعات الرقمية. وفي سنة 2022 تقارير من الأمم المتحدة قالت إن حجم الأموال المغسولة عالميا بيشكل ما بين 2% ل 5% من الناتج المحلي العالمي، يعني حوالي 2 تريليون دولار سنويا. الرقم ده بيخلي غسيل الأموال من أكبر الجرائم اللي بتأثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وبيضر ملايين البشر. وطبعا زي ما عرفنا ان غسيل الفلوس هو عمليه بيعملوها علشان يخلوا الفلوس اللي جايه من شغل غلط تبان قدام الناس والحكومه انها جايه من شغل قانوني ونضيف، وكل ما الوقت بيعدي الطرق بتاعته بتبقى اذكى واصعب تكتشف، وما بقاش مصدر الفلوس من تجاره المخدرات وبس. الفكره كلها ان في فلوس كتير جايه من مصايب زي تجاره المخدرات، تهريب سلاح، بيع اثار، تجاره بشر او اعضاء، رشاوي، نصب او فساد. الفلوس دي ما ينفعش تروح تتحط في البنك كده وخلاص، لان اول ما تدخل البنك بمبلغ كبير البنك او الحكومه هيسالوك الفلوس دي منين، ولو قلت الحقيقه هتتورط وتتحبس. وعلشان كده بيعملوا غسيل الفلوس، ودي بتتم في 3 مراحل. اول مرحله اسمها الاخفاء او الايداع، وهنا بيبداوا يدخلوا الفلوس جوه النظام المالي من غير ما يلفتوا النظر. يقسموا المبلغ الكبير لفلوس صغيره ويحطوها في حسابات مختلفه، او يفتحوا شركات وهميه، او يشتروا حاجات وبعدين يبيعوها تاني. المرحله الثانيه اسمها التمويل، وهنا بيبداوا يلفوا الفلوس حوالين نفسها، يحولوها من حساب لحساب ومن بنك لبنك ومن بلد لبلد علشان محدش يعرف هي جايه منين اصلا. واخيرا المرحله الثالثه اسمها الدمج، ودي بقى الفلوس بترجع تدخل السوق على انها ارباح من شغل عادي زي تجاره، استثمار او عقارات، وبكده تبقى الفلوس اللي مش نضيفه اتحولت لفلوس نضيفه قدام الناس والقانون. لكن في الوقت الحالي الموضوع ما بقاش مقتصر على الطرق الكلاسيكيه. مع تطور الاقتصاد ووسائل الاستثمار ظهرت طرق جديده اكثر تعقيد، وبتخلي عمليه الغسيل شبه قانونيه قدام اي جهه رقابيه. على سبيل المثال مجال المطاعم والكافيهات، ممكن تفتح مطعم في منطقه راقيه جدا وتستثمر فيه مثلا 20 او 30 مليون جنيه على الديكورات والتجهيزات. بعد كده تجيب عدد كبير من الناس، طبعا تبقى مأجرهم او متفق معاهم يمثلوا دور الزبائن علشان المكان يبقى دايما زحمه، وتعمل حملات اعلانيه مدفوعه في كل مكان، وتتفق مع مشاهير يعملوا مراجعات ممتازه عن المكان. النتيجه ان اي حد يبص من بره يفتكر ان المشروع ناجح جدا وايراداته بالملايين، لكن في الحقيقه الايرادات اللي بتتسجل جزء كبير منها هو نفس الفلوس الغير قانونيه اللي بيتم ادخالها للنظام كايراد رسمي. ومثال تاني هو صناعه الازياء، بيتم انشاء براند ملابس او اكسسوارات وبيتقدم على انه مشروع فاخر، بيبدا مثلا بمعرض في القاهره في منطقه راقيه، وبعدها بوقت قصير فرع في مدينه زي دبي، وبعدها باريس او لندن، وبيتم الترويج له عن طريق مشاهير وفنانين على منصات التواصل الاجتماعي باسعار مبالغ فيها جدا. يعني فستان ب 300,000 جنيه، بدله بنص مليون،
شنطة ب2 مليون، مع إن التكلفة الفعلية للتصنيع لا تتجاوز كام ألف جنيه. على الورق المبيعات بتحقق ملايين، لكن أغلبها عبارة عن أموال غير مشروعة بيتم إدخالها للنظام كأرباح. في مجال الإنتاج الفني بقى، غسيل الفلوس بيكون بطريقة خاصة شوية. مثلا الأفلام بتحتاج فلوس كتير علشان تتصور وتتعمل، وكتير من الفلوس دي ممكن تيجي من مصادر مش قانونية. علشان يخفوا الموضوع ده بيكتبوا إن الفيلم كسب فلوس كتير في شباك التذاكر، حتى لو هو كسب أقل بكتير. مثلا فيلم حقق 5 مليون جنيه على أرض الواقع، لكن على الورق مكتوب إنه جاب 50 مليون. الفرق ده هو الفلوس اللي جاية من مصادر مش قانونية، وبيحطوها كأنها فلوس نضيفة. وكمان الألبومات الغنائية بيحصل فيها نفس الموضوع، بيعلنوا إن الألبوم باع ملايين نسخ مع إن الحقيقة أقل بكتير. والمسرحيات والحفلات كمان ساعات بيقولوا إن فيها جمهور كبير جدا، لكن الحقيقة مش كده. ودي طريقة ذكية بتخلي الفلوس الغير قانونية تدخل السوق عن طريق حاجة الناس بتحبها وتثق فيها، وده بيصعب على الحكومات تتابع الموضوع. أما بقى على المنصات الرقمية، خصوصا تطبيقات البث المباشر زي تيك توك وانستجرام ويوتيوب لايف، الفكرة ببساطة إن العصابات أو الأشخاص اللي عاوزين يغسلوا فلوسهم بيستخدموا حسابات وهمية أو حتى حسابات حقيقية لكن مملوكة لأشخاص تابعين له، علشان يبعتوا لبعض هدايا افتراضية أثناء البث. كل هدية افتراضية لها سعر ثابت بيتحدد بالعملة المحلية. الفلوس دي بتدخل أولا في نظام المنصة نفسها، واللي بتاخد نسبة عمولة بتوصل تقريبا ل 50%. يعني لو حد بعت هدايا ب100,000 جنيه، المنصة بيكون نصيبها 50,000، والباقي بيتحول لصاحب الحساب كأنه دخل قانوني. الحيلة هنا إن العملية كلها بتتم على منصة عالمية معروفة، وبالتالي البنك أو الجهات الرقابية ما عندهاش شك إن الفلوس دي نضيفة، لأن الفلوس جت من مكان رسمي وموثق. بس الحقيقة إن صاحب الحساب في أغلب الأحيان بيكون مجرد واجهة، وهو في الأصل موظف أو شريك مع العصابة اللي بتدير العملية كلها. وبيتم ترتيب المحتوى بحيث يبان ناجح ومشهور جدا من خلال زيادة المشاهدات واللايكات بمساعدة حسابات وهمية أو متفق عليها، وبيدخلوا مبالغ كبيرة جدا في شكل هدايا بشكل مستمر. على الورق صاحب الحساب ممكن يحقق دخل شهري ضخم بيوصل لأرقام زي 30 مليون جنيه. الخطورة الكبيرة في الموضوع إنه بيحصل قدام عيون من ملايين من الناس، والكل بيتفرج على اللي بيحصل وكأنه قصة نجاح أو حالة خاصة تستحق التقدير. وبدل ما يكون في تحقيق أو شك في الموضوع، الناس بتشجع وبتتابع وبتدفع كأنهم بيساعدوا حد نجح فعلا. باختصار، غسيل الأموال في العصر الرقمي بقى أكتر تعقيدا وأسرع، وبيتطلب متابعة ومراقبة أكتر من الجهات الرسمية. غسيل الأموال مش مجرد جريمة اقتصادية، دي جريمة بتأثر على المجتمع كله، لأن كل دولار أو جنيه بيتم غسله هو في الحقيقة فلوس جاية من نشاط غير قانوني. الموضوع كمان بيخلق صورة وهمية للنجاح. فجأة تلاقي شخص مجهول أو شركة لسه طالعة من كام شهر، وفجأة بقى عندهم أرباح بالملايين وفروع في أكتر من بلد وحملات تسويقية ضخمة. الظاهر للناس إنهم عباقرة بيزنس أو قصص ملهمة، لكن الحقيقة ممكن تكون إن النجاح ده مبني بالكامل على أموال غير مشروعة واتغسلت في النهاية. غسيل الأموال مش بس جريمة مالية، ده تهديد حقيقي لكل مجتمع. الفلوس اللي بتتغسل دي بتغذي الجريمة، بتدمر الاقتصاد، وبتخلي الفساد يسيطر على مؤسسات الدولة. عشان كده لازم نفهم اللعبة دي كويس. ولما نشوف قصص النجاح السريع اللي مش منطقية، الوعي هو أول خطوة في مواجهة الظاهرة دي. وكل ما زاد فهمنا، كل ما قدرت الجهات المسؤولة تحاربها بشكل أفضل. وكل واحد فينا ليه دور في ده، سواء مواطنين أو مجتمع. ما ينفعش نسمح للفلوس الوسخة تسيب أثرها وتخرب حياتنا وحياة أولادنا. أتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنساش اللايك وتشترك في القناة، واستناني في أصل الحكاية الجاية.